مني انا ضرب لي اثناء المعركه، اثناء الطلقه الاولى ضرب اول ضرب يضرب لي. قال لي انت وين؟ قلت له انا موجود. قال لي اجيك وين؟ والله اشعر انه يكون صادق في كلمتي، ما عارف صادق ولا مو صادق. قال لي اجيك وين؟ انا طوالي والله ما جاتني الا جوبا، لان ديل قاعدين يروجوا ان حميتي جاب الناس ديل عشان يتفق معاهم. قلت له يا مني ما تجيني، لكن اعمل حسابك لروحك. ده تليفون واحد يا اخواني. التليفون الثاني مشى حديث قال لي دايرك في التليفون. قلت له عندي ذول برسله ليه؟ عندي ذول رسلته له. اتكلم عن سلطه بس. قال لي يا اخي الناس دول بيقولوا دايرين تقسموا دارفور ودايرين تعملوا حكومه ودايرين تعملوا ايه مش عارف. قلت له يا مني انت مش حاكم الاقليم؟ قال لي انا حاكم الاقليم. مش في الحياد الان؟ قال لي في الحياد. قلت لي امشي دارفور في ذمتك. امشي دارفور وعين حكوماتك في دارفور واحرس لنا دارفور وخليه احنا والجماعه المجرمين دي. عندي شهود على الكلام ده وربنا الشاهد. بعد ذاك مشى انضم وقعد يكذب. انا رسالتي لاهلي في حاله الناس دول جبناهم والناس المجرمين دول رفضوا ما يدخلهم الترتيبات الامنيه وما يعملوا لهم الاتفاق ينفذوا. اكثر من كم اجتماع مشى على الدكتور الهادي ده. جبت العسكريين يما حقار وما جبتهم انا، جابهم اخونا الصادق صادق حربه. جابهم قال لي يا اخي يعني احنا الوضع ده بالطريقه قواتنا دي بتنتهي خلاص، ماشي تفر القوات ماشي تفرتك. قلت له كلامك القوات بتتفرتك. الكلام ده المفروض ما اقوله، لكن عشان انا لازم الكلام ده اهلي يعرفوا انه انا ما ضد الناس دي كذابين. جو قعدوا معي. قلت له الصادق المطلوب شنو؟ جابوا لي الشهيد مضوي الله يرحمه. قال لي دايرين اعاشه ونسريه للغاده دي، الغاده بقت تتفرتك. قلت له جدا انا حقول حق مني بس. كنا بنديهم تعيينات لغواتهم زي الدعم السريع ومنديهم 120 مليار شهريا. سليمة صادق حربة وسليمة جابر اسحاق وجمع حقات 120 مليار لغواتي انا ما قاعد اديها وباخذوا تعيينات. صندل الكلام ده ما اعرف. الناس دي احنا يا جماعه بنديهم تعيينات مع قواتنا، نديهم نسريه مع قواتنا. لو احنا دايرين ان احنا ضدهم بنديهم يا جماعه.